السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونوحد الله لا اله الا الله. طريقة المسقعة القمر بتاعتنا اللي كانت في الاول الفيديو، حطيت هنا معلقتين زيت وعليهم 5 فصوص توم، سواء عايزة تقطعيهم او تفرميهم ايا كان اللي بتحبيه. يعني انا بفضل ان هو يبقى متقطع احسن. هفضل اقلب فيهم كده لحد ما يوصل لونهم للون الذهبي. اهم حاجة ايدك تبقى في التوم لان هو بياخد لون بسرعة. هفضل اقلب فيه كده زي ما انتوا شايفين لحد ما يوصل معايا للون الذهبي. هحط بقى عليه الطماطم. زي ما انتوا شايفين كده، وهحط عليها ملح وفلفل ملح وفلفل اسود وكمون، واقلبه كده واسيبهم لحد ما يغلوا مع بعض. دي هنا بطاطس بقليها عشان خاطر المسقعة، والبتنجان بقطعه زي ما انتوا شايفين كده صوابع برضو زي البطاطس. اول ما طلعت البطاطس حطيت البتنجان كده زي ما انتوا شايفين. ده كده البطاطس والبتنجان، انا بطلع كله في طبق واحد وبنزله في الصلصة مرة واحدة. ديت رصة البتنجان التانية، هطلعها واحط الفلفل. ده كده الفلفل كده زي ما انتوا شايفين بقليه. كده كله جهز معايا. هبتدي بقى ان انا احطه على الصلصة. الصلصة كده المية بتاعتها نشفت خالص مني. هحط بقى البتنجان والبطاطس والفلفل وهقلبهم تقليبة وهسيبهم يغلوا غلوتين مع الصلصة. وانتي بتتفرجي على الفيديو كده ما تنسيش تعملي لايك. اهم حاجة حطي اللايك يا حبيبتي. ده كده شكل المسقعة بعد ما غرفتها. بجد كان طعمها وريحتها تحفة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بنزله.